يا صباح الفل والقمر، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب، ويوم جميل وكل ايامكم كلها تكون فيها خير وبركه يا رب. صاحيه هنا كنت بحكي لكم هيحصل ايه، بس اكتشفت ان في زن. المهم انا هنا كنت بوريكم الضوافر والرموش وقولوا لي رايكم. ايه رايكم في الضوافر والرموش؟ عامله بقى كل ده ليه يا بنتي يا شوشو؟ رايحه فين؟ هوريكم انا فين دلوقتي. هنا كنت بقول لكم ان الرموش مش عجباني ومش مقتنعه بيها لانها التهبت لعيني، وفعلا التهبت لعيني بطريقه فظيعه فظيعه فظيعه. بس الحمد لله على كل حال يا رب. خلاص خلصنا ولبسنا ونزلنا. لان حماتي واخوات جوزي كانوا مستنيني تحت عشان نسافر. مسافره فين بقى يا شوشو؟ مكان كنت لسه جايه منه قريب، بس للاسف ما كملتش لان تعبنا وعيالي تعبوا وجوزي تعبنا فروحنا، وبعد كده بقى سافرنا تاني. المهم هنا كنا ماشيين في الطريق تمام، وبعد كده رحنا وقعدنا في الشقة وظبطنا الدنيا وحطيت هدومي في الدولاب وغيرنا وفطرنا وارتحنا شوية وكله تمام، لحد ما الشمس بدأت تختفي شوية. ورحنا فين بقى؟ رحنا على البحر. هنا برضو كنت بتكلم معاكم برضو، بس ما كانش ينفع برضو احط الصوت لان كان حواليه دوشه كتير وكان كله بيتكلم، فما كانش ينفع، فقطعت الصوت وقلت اما اسجل لكم احسن عشان انتم ما تتضايقوش. هنا كنت بقولكم بقى ايه رايكم في المايو بتاعي. وهنا بقى استاذ حمو بيموت في الميه حرفيا، هو الوحيد اللي ما كانش راضي يطلع من الميه. ربنا يحميه يا رب ويبعد عنه اي شر. ما كانش راضي يطلع من الميه ابدا، بس للاسف برضو كالعاده لازم اروح من كل مصيف لازم يكونوا تعبانين. وحياة ربنا عايزه اقول لكم ان هم تعبوا تعب، ان انا رحت ركبت لهم محاليل و... و... وجلسات وحاجات، بس الحمد لله. فعايزاكم كلكم تدعيله. وهنا برضو استاذ مصطفى ما كانش راضي يطلع من الميه، برضو مطلعينهم لدرجه ان احنا قلت لهم يلا عايزين نروح. خلاص العيال بدات تترعش، بدات تترعش خلاص. ربنا يحميهم يا رب ويخليهم لي يا رب واشوفهم احسن الناس يا رب، هما واللي زيهم يا رب. شوفهم استاذ مصطفى كل ما طلعه يخش تاني، كل ما طلعه يخش تاني، كل ما طلعه يخش تاني. دي بنت عمته، اخت جوزي، تبقى دي بنت عمته. المهم بقى طلبت من الناس اللي بتمشي على البحر دي، طلبت كابتشينو بالبندق. وهنا عمي العيال بيموت في العيال وبيموت في حاجه اسمها مصطفى، جاب له طياره عشان مصطفى كان شبطان. فضلوا يطيروها لحد ما اتقطعت. هوريكم دلوقتي مصطفى وهو بيطير. لا مصطفى بقى حريف. المهم بقى فضلنا نطير وفضلنا نتصور ونعمل تيك توك ونعمل شوية حاجات كده قمر يعني، واتبسطنا وكانوا يومين حلوين بصراحة، هما يومين بس. وجينا وزي ما قلت لكم العيال جت تعبانه بصراحه واتقفلت قوي، بس زي ما قلت لكم الحمد لله على كل حال، انا راضيه باي حاجه الحمد لله. هنا اهو كان مصطفى هو اللي ماسك الطياره لوحده، هو اللي كان عاوز يعني، هو اللي كان مصمم ان هو يمسكها لوحده وهو اللي يطير لوحده. المهم بقى خلاص فضلوا يطيروا وفضلوا يلعبوا مع بعض شوية، وعمو فضل يلعبوا يشوف طلباته ايه بصراحة يعني. ربنا يخليهم لنا يا رب. اخوات جوزي بصراحة ما بيسيبونيش في اي حاجة والله، يعني مش في مصطفى بس، لو طلبت منهم ايه في العيال بيجوا في ثانية، ما بيتأخروش عليا بصراحة. ربنا يخليهم لي يا رب ونفضل مع بعض على الحلوة وعلى الوحشة. واشوف حمو كده، خدوا بالكم انا مسمية محمد ابني على اسم محمد عمو،
لان بعد مصطفى قلت ايه، لو ربنا رزقني بولد تاني لازم اسميه محمد، لان محمد اخو جوزي بصراحة حنين على عيالي جدا. ما شفتش منهم اي حاجة وحشة ابدا، يا رب يخليهم لي واشوفوا احلى عريس يا رب. هنا بقى خلاص جبت تين شوكي بموت فيه موت بعشقه. وبعدين استاذ مصطفى خلاص نزل المية تاني وخرج. هنا كان بيحب التفاح اللي هو عليه احمر ده، بيموت فيه. المهم خلاص روحنا واتغدينا وغيرنا واتبسطنا وكله تمام. وبعد كده رحنا النيل بقى مصطفى، عشان مصطفى مصمم ان هو يتمرجح. وهنا كنت واخداهم بالعربية. وبعد كده بقى كنت بوريكم الاجواء. وهنا مصطفى وابن عمته، راح اقول ابن عمته، بنت عمته، فضلوا بقى يتمرجحوا شوية حلوين. شوفوا بقى مصطفى كان مبسوط ازاي، بيموت في المراجيح. لو قعدته اليوم كله بيتمرجح مش هيسكت، وعاوز يتمرجح بكل المراجيح حرفيا. والله العظيم كل المراجيح عاوز يتمرجحها، وبدل المرجحة 2 و3. فقلت له لا، كفايه عليك واحده بس عشان ما ترجعش وتدوخ مني وتتعب مني، كفايه عليك ايه واحده. وهنا بقى كنت مستنياه، وفضل يتمرجح شويه حلوين وكانوا مشغلين اغاني، فضل يترقص زي ما انتوا شايفين كده، هو بنت عمته فضلوا يترقصوا، كانوا مبسوطين. ربنا يبسطهم يا رب دايما. وفضلنا بقى نتمرجح وانبسطنا والحمد لله وكله تمام. وهنا بقى كل ما يسمع اغاني يرقص، كل ما يسمع اغاني يرقص، كل ما نقف قدام اي مركبة يرقص. وبعدين فضلنا نتمشى شوية في عند النيل. وهنا كنت بوريكم الاجواء بتاعة المراكب. وبعدين رحنا بلبن جبنا منه، كنا رايحين نجيب منه ايس كريم بس ملقناش، فروحنا جبنا من محل كده جنبه في ايس كريم بس بصراحة تحفة قوي. جبنا فستق وحليب، وجبنا برضو من عند بلبن كنافة بالمانجا. وبعد كده اجرنا سكوتر. هنا زي ما هنا هنا عم العيال اهو عم العيال كان واخد مصطفى وكان بيفسحه بالسكوتر، ومصطفى ما كانش راضي ينزل ابدا. هو مأجره مخصوص برغم ان مصطفى ما بيعرفش يركبه، بس هو اجر مخصوص عشان مصطفى عاوز يركب سكوتر. وطبعا انا اسكت؟ لا طبعا خدت لفه طبعا، بس ما اقدرش احطها لكم في الفيديو لان ابو العيال بقى لو شاف المقطع ده ان انا نزلته على اليوتيوب هيبهدلني. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.